ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي خير الوصايا وأعظمها، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، خطبتنا في هذا اليوم المبارك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، حيث لقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بموعظة كأنها موعظة مودع، فسألوه الوصية فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بوصايا جليلة: من تمسك بها نجا، ومن تنكب عنها هلك، خصوصا عند حدوث الفتن والشهوات وتكاثر المتغيرات والشبهات. فأوصاهم أولا بتقوى الله، بأن نجعل بيننا وبين غضب الله وسخطه وعذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فعلى المسلم أن يلتزم ما أمره الله ونبيه، وأعظمها توحيد الله في عبادته، ثم المستحبات وسائر الأعمال الصالحات، وأن يتجنب ما نهاه الله ورسوله، وأعظمها الشرك في عبادة رب العباد، ثم البدع والمحدثات وسائر الأعمال الصالحة. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين بالمعروف وليس مطلقا، وهو أصل من أصول الإسلام. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لأئمة المسلمين بالمعروف، لما فيه من سد أبواب الفتن والفوضى، وبمخالفته ذهاب الأمن وانتشار المحن. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. الحمد لله وحده، صلاة وسلاما على نبيه المصطفى. أما بعد، عباد الله، بعد أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة، أخبره أنه من طال به الزمن فسيرى الاختلاف والفتن، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنن والسير على درب الصحابة، وخاصة بسنن الخلفاء الراشدين. فالسير على السنن وهدي سلف الأمة طريق الله إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.
وأخيرا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أسباب النجاة من الفتن الحذر من البدع والمحدثات ومجانبة أهل البدع والأهواء. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد تكاثرت في هذه الأيام والأزمان الفرق الضالة والمناهج الضيقة المضللة، فالحذر الحذر يا عباد الله، فباتباعه الشر والضرر. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.